السلام عليكم. دكتور رقادة حسناء، اخصائيه في امراض الشرايين والاورده وعلاج الدوالي. انا اليوم غندوي لكم على واحد السيده اللي فوق 60 عام، تقريبا 64 سنه، داكوغ، اللي ما عمرها ما عالجت مشكل الدوالي. كان عندها قديم بزاف، مينيموم عندها اكثر من 20 سنه وهي كتعاني منهم. علاش؟ لانها مشات دارت دي كونسلطاسيون، اشاك فوا تيقولوا لها الجراحه، بقات متخوفه. مالوغوزمون افيكتيفمون ما تعالجاتش هاد السيده، دونك حتى وصلت لواحد المرحله نقدر نقول لكم كارثيه. علاش؟ لان الجلده ديالها كحالت. الحمد لله ما وصلتش لقرحه الرجل، ولكن كمان الجلده ديالها كحالت في رجليها بجوج، والعروقه وصلوا لواحد القطر كبير بزاف. تري بيان، دونك درنا هذاك الفحص تاعنا لي كودوبلار فينو. دونك شفنا شنو كاين، دونك شنو اقترحنا على هاد السيده وشرحنا ليها مزيان بلا يمكن لنا نعالجو بالجراحه، ولكن جراحه بطريقه متقدمه اللي هي باللازير واللازير اوندوفينو. لازير اوندوفينو لافونتاج تاعو شنو هو؟ سيكو نقدروا نعالجوا رجلين بجوج في نفس الوقت، هذه اول حاجه. والبنج كيكون موضعي، وما كتكونش الشوكه تاع الدار اللي كيخافوا منها بزاف النساء، اللي كيما كتكون في لاسيزاريين، ودونك النساء بزاف كيخافوا من هذه المساله هذه. دونك هاد السيده فاش قلت لها راه نقدروا نعالجوا العروقه بجوج، دير رجليك بجوج بليتو في نفس الوقت، وبالبنج غيكون موضعي، يوم بلوس ما غتكونش جراحه، يعني ما غيكونش غراز ولا شي حاجه، ومني غنسالي غتقدري تمشي وتمارسي حياتك العاديه اليوميه عاديا، ما كاين حتى مشكل. دونك كانت بيان سور فرحانه، دونك تقبلت العلاج. افيكتيفمون هادشي اللي درنا، مي بيان سور هاد السيده ما غاديش يكون في الحاله تاعها بيسكو متقدمه بزاف، ما غاديش يكون لازر بوحديته كافي. علاش؟ لانه اللازر كيعالج دوك العروقه الاورده العميقه اللي كل لو تراجي تاعهم ريكتيلين، سيتادير مستقيم. دونك ملي كيكون العرق ملتوي بحال هكا، هنا كيوليو الابر، هنا فين كيكون الابر ضروريين. دونك بحال تيجي علاج تكميلي. دونك هاد السيده اول حاجه درنا لها العلاج تاع دوك العروق الكبار الرئيسيين اللي عندها لداخل باللازر، ومن بعد عاد غادي نشوفوها في الكونترول ونشوفوا النتيجه ديالنا، وغادي نكملوا غنديروا العلاج التكميلي للساق ديالها. اون جينيرال دوك العروقه ولا الاورده اللي كنقولوا كيكونوا متلوين شي شويه بالتسليط بالحقن.